خليك معانا وانت تسمع احلى التترات على راديو وسيط اف ام. اعزائي مستمعي وسيط اف ام، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجنا تترات من زمن فات. في البدايه احب ارحب بيكم وبعد العوده من رمضان ومده طويله ما تقابلناش في تترات. كل سنه وانتم طيبين واتمنى تكونوا قضيتوا رمضان سعيد وعيد اسعد ان شاء الله. رجعنا لكم تاني ومعانا تترات جديده ان شاء الله تعجبكم. طبعا هي مش جديده يعني هي جديده في البرنامج، لكن هي طبعا تترات قديمه هتفكرنا باللي فات. تعالوا كده نطلع مع بعض نسمع التتر بتاعنا هيقول لنا ايه النهارده ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا تاني ومكملين وتترات من زمن فات. وتترات من زمن فات بعد رمضان واول حلقة من رمضان. بعد رمضان يعني مش من رمضان نفسه. اتمنى ان التتر بتاع النهارده ده يعجبكم لان في كتير جدا من الناس حباه قوي. صحيح انا لسه ما قلتش اسمه، اتمنى اني الاقي ناس كتير تتجاوب معاه وتكون عارفاه. التتر ده لمسلسل كان 5 اجزاء. طبعا بيتهيألي كلنا هنكون عارفين ايه هو المسلسل. على فكرة ده مش المسابقة بتاعتنا، المسابقة بتاعتنا على المسلسل لسه هنقولها كمان شوية. التتر بتاعنا النهاردة مش هتأخر عليكم كتير، هو تتر مسلسل ليالي الحلمية. طبعا اللي احنا سمعناه ده كان موسيقى فقط، والآن هنسمع مع بعض التتر علشان نفتكر ذكرياتنا اللي فاتت من أيام زمان.
الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في ضوح الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لالي وسكن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لأهلي وسكن، يجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا من الإيمان بالله. ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع، أقسى همومنا يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع. ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه بطريق ما منوش رجوع، أقسى همومنا يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع. بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي السواد الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا من الإيمان بالله. ورجعنا تاني، وبعد ما سمعنا محمد الحلو وهو بيغني تتر من اجمل تترات مسلسلات رمضان اللي تابعناها لمدة 5 سنين متواصلة، 5 اجزاء ب5 سنين، من اول جزء واحنا اتعلقنا بيه جدا وكنا حابينه قوي، وكنا عايزين نعرف كل سنة ايه اللي هيحصل فيه. المسلسل اللي معانا النهاردة مسلسل ليالي الحلمية، طبعا كان اسمه غريب شوية، كنا عايزين نعرف الحلمية دي هيحصل فيها ايه. وكان اول جزء تم انتاجه سنة 87، كان 5 اجزاء. بدأت الجزء الأول كان 18 حلقة بس، والإعجاب الناس بيه كمل المؤلف أسامة أنور عكاشة بقية الحلقات. المسلسل دوت من أهميته أن هو كان بيرصد فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، يعني من نهاية حكم تقريبا الملك فاروق لحد فترة نهاية التسعينات تقريبا، يعني فترة طويلة مش صغيرة، وكان بيتكلم فيها عن ما مرت بيه مصر في خلال الشخصيات اللي احنا هنتابعها. زي كانت المسلسل اصلا كان بطولة يحيى الفخراني، سليم البدري، وصفية العامري، ناظر السلاح دار، وصلاح السعدني، سليمان غانم. المسلسل فضل يدور احداثه دايما ما بين الثلاثة دول، وما بين المشاكسات اللي ما بينهم والحوارات اللي ما بينهم، وازاي ممكن مين هينتصر على مين ومين هيكسب مين. المسلسل كان فيه مجموعة كبيرة غير الثلاثة دول طبعا على مدى الأجزاء. المسلسل ده انتوا عارفين دايما أنا بحب لما أتكلم على الجزء الأول فقط وممثلين الجزء الأول، لكن للأسف أنا النهاردة هتكلم عن الأجزاء ال5، لأن مسلسل ليالي الحلمية ضم أغلب ممثلين مصر. يعني ما كانش ينفع أبدا إن احنا نقول مثلا إن ممدوح عبد العليم وهشام سليم وآثار الحكيم اللي كانوا في الجزء الثاني،
الجزء الاول كان 18 حلقه، فالولاد كانوا لسه صغيرين، اللي انا لسه هحكي لكم تفاصيلهم. بس كان معانا كمان سهير المرشدي ولوسي كانوا من ابطال الجزء الاول، وكان معاهم كمان سيد عبد الكريم زينهم السماح. الجزء الاول كان فيه مجموعه كبيره، وكملت في باقي الاجزاء التانية زي حسن يوسف، وكانت فردوس عبد الحميد في الجزء الاول واتبدلت، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. ان في مجموعه من الفنانين اتغيرت وكملت بدلها مجموعه تانية. المسلسل 5 أجزاء، حاجه مش قليله، خرجت ناس وانضمت ناس، والاحداث مستمره ما بين سليمان غانم وسليم البدري ونازك السلاحدار. قابلنا في الجزء الاول مثلا الفنانه دلال عبد العزيز، واللي كانت زوجة لطه السماحي اللي هو كان بيقوم بدور عبد العزيز مخيون، واتغيرت في الاجزاء اللي بعد كده بالفنان عزيز البدراوي. وكمان كانت في الفنانه فردوس عبد الحميد، وكملت بعدها في الاجزاء الفنانه محسنه توفيق، وكانت بتقوم بدور انيسه، وده كان دور محوري ومهم جدا جدا. وطبعا في اخر الاجزاء الفنانه اثار الحكيم تم تغييرها بالفنانه الهام شاهين، واللي حوالي عملت الجزئين الاخرى في المسلسل. طبعا ما كناش نقدر ابدا نقول ان الناس دي كلها ما شاركتش، لان الجزء الاول كانت فيه مجموعه صغيره قوي. يعني كان سهير المرشدي ولوسي وسيد عبد الكريم كان اساسي، وعبلة كامل وهدى سلطان، واللي هي الفنانه هدى سلطان اللي عملت بس دور واحد، وهو دور او جزء واحد اللي هم 18 حلقه دي تقريبا، وكانت بتقوم فيه بدور نفيسه هانم والده سليم البدري. وغيرهم كتير اللي مجرد بس ان هم عملوا الجزء الاول، وكان على راسهم الفنان احمد مظهر، واللي كان بيمثل شخصيه تاريخيه حقيقيه واحده بس، وهي شخصيه حسنين باشا. المسلسل طبعا هو تأليف الكاتب العبقري أسامة أنور عكاشة، اللي ما بنقدرش نبطل كلام عنه في كل المسلسلات اللي بتيجي، أغلبها في رمضان، أغلبها تترات ناجحة، أغلبها مسلسلات ما بنقدرش ننساها. طبعا الإخراج بتاعنا كان للمخرج إسماعيل عبد الحافظ، وتترنا اللي هو بطلنا كالعادة تتر كلماته جميلة، فطبعا لا يخفى عليكم من هو الشاعر، طبعا هو سيد حجاب. اتكلمنا عن سيد حجاب كتير، وقلنا قد ايه هو كلماته مؤثرة جدا، لانه شاعر الشعب وشاعر الشارع، يعني بيحس بالشعب والشعب بيحس بيه، وزي ما قلنا هو اللي بيحس قوي، فكلماته بتوصل قوي قوي. مش هنتكلم عنه النهاردة، طبعا احنا اتكلمنا عنه كتير. الملحن معانا لأول مرة هنتكلم عنه النهاردة، الملحن ميشيل المصري والمطرب محمد الحب. هنبتدي معانا بالملحن ميشيل المصري. هو فنان بمعنى الكلمة، يعني مؤلف، هو في الأول عازف كمان ومؤلف موسيقي، واتولد سنة 33 في القاهرة. والده كان تاجر، وكان تاجر محب جدا للموسيقى والغناء، وفنان بطبعه أو بطبيعته، لكن مع ذلك كان بيعارض أبدا أن ابنه يشتغل في الفن أو يكون له صلة من قريب أو من بعيد بالفن ده. طبعا ميشيل المصري ما قدرش ان هو يبعد عن والده او يكسر كلمته، فعمل حاجة مهمة قوي، ان هو اتعلم الرسم والموسيقى في حتة تانية كده بعيدة عن والده ما يقدرش يعرفها، وهي بعد دراسته الثانوية سنة 48 اشترك في نادي او معهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة سنة 49، واتعلم فيه موسيقى كويسة قوي، واتعلم كمان ألحان جميلة ورسومات أجمل، وفي كده هو قرب من الفن من غير ما حد يحس ان هو فنان، لأن الفن في طبعه، والفن طبعا موجود جواه. بعدها التحق بقى، كان أكثر جرأة، يعني تدخل في الموضوع أكتر، ودخل في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، ودي طبعا كانت جرأة قوية جدا منه ان هو يقدر يعمل حاجة زي كده. وتعلم العزف على آلة الكمان، بس بقى عشان هو كان ذكي جدا وكان موهوب بالفطرة، مدير المعهد وجهه لدراسة لآلة تانية. الآلة دي هي آلة الكورنات النحاسية، ده علشان هو متعدد المواهب، فمن تبقى جواه طبيعة ان هو ممكن يعزف على اكتر من حاجة. ميشيل المصري طبعا بما ان هو متمرد وتمرد على، بس متمرد بأدب يعني، وحب يعمل اللي هو عايزه، فكون فرقة كمان من 25 فرد. طبعا دي كانت فرقة كبيرة جدا في الوقت ده تحديدا، وبدأ يمارس نشاطه الموسيقي في الحياة المصرية، وبدأ يتعرف لأن
بتميزه حاجة مهمة قوي، ان الجمل بتاعته جمل بسيطة وبتمس القلب. يعني لما نسمع كده ليالي الحلمية ونسمع الخبطات والدقات ومحمد الحلو بيغني، صحيح محمد الحلو صوته رائع، بس انا في البداية سمعتكم جزء من ليالي الحلمية بدون محمد الحلو، سمعنا موسيقى بس، ومع ذلك كانت رائعة وجميلة وبتمس القلب. اشتغل هو كمان بقى ميشيل المصري بعد ما اتعرف في توزيع الاغاني، وفي بدايه عمله الفني المعروف قوي كان عضو مهم جدا في الفرقه المسيه لاحمد فؤاد حسن. الفرقه كانت معروفه جدا في الوقت دوت في مصر، وكانت من اهم الفرق المصريه اللي كانت موجوده. ام كلثوم اعجبت بيه جدا، وكانت حابه ان هو يكمل معاها، وبالفعل كمل معاها لحد فتره السبعينيات، لحد ما ام كلثوم اتوفت، وبدأ حياته هو منفصل تماما بدون الرجوع لأي حاجة تانية أو فرقة تانية ينضم ليها. كانت فرقة ميشيل المصري بعد كده، وألحان ميشيل المصري. هنلاقيه بقى عمل حاجات كتيرة جدا زي 27 مسلسل تلفزيوني ومجموعة من الأفلام الكتيرة جدا، لأن فنه زي ما قلنا الفن السهل الممتنع. ميشيل المصري ملحن مصري، يعني اسم على مسمى. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، تعالوا كده نطلع مع بعض نسمع حاجة لميشيل المصري ونرجع نكمل حلقتنا.
مش عادية، صوت كل بورسعيدية، كل يوم بتقول حكاية، والبرامج مية مية. وسيط FM. للإعلان على راديو وسيط FM الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في ضوح الوطن. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار غالي وسكن. من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لأهل وسكن. منين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا من الإيمان. ومنين بيجي الرضا؟ منين؟ عايزين نسأل محمد الحلو ونسأل سيد حجاب منين بيجي الرضا. طبعا صوت رائع، صوت جميل، هو صوت محمد الحلو. كان اختيار موفق جدا علشان يغني معانا التتر اللي استمر لمدة 5 سنين او 5 اجزاء على مدار لحد دلوقتي لسه بيتذاع ولسه الناس بتسمعه، ولسه في ناس كتير حافظة الاغنية دي وتحب تسمعها جدا. محمد الحلو طبعا من عائلة معروفة جدا، وهي اشهر عائلات السيرك المصري، عائلة الحلو، ومعروف جدا بأغانيه الجميلة والرائعة. وهو أول ما اشتغل في معهد الموسيقى العربية كمطرب من ضمن المجموعة، وبعد كده انفصل وبدأ يغني لوحده أغاني جميلة قوي. وأول أغنية عرفوا بيها الجمهور كانت أغنية عراف. أغنية عراف أغنية قديمة بس في ناس كتير قوي بتحبها. وفي كمان يا حبيبي كان زمان، وفي مسلسلات كتير غنى المقدمة بتاعتها زي الوصية وزي النهاردة ليالي الحلمية ليها روح بعيد. ليالي الحلمية و5 أجزاء، يعني كان الجمهور بيستمتع بيها جدا جدا جدا. مش قادرة اقول لكم لحد فترة قريبة اخر حفلة لمحمد الحلو كان بيغني الأغنية دي على المسرح، والناس كانت مستمتعة بيها جدا. الأغنية ليها مقدمة ونهاية، المسلسل ليه مقدمة ونهاية، والاتنين أجمل وأحلى من بعض. طبعا محمد الحلو مش صغير في السن، هو من مواليد 24 أغسطس 1955، يعني عيد ميلاده كان الفترة اللي فاتت. نقول له كل سنة وهو طيب. أهم أبطالنا النهاردة بطلنا يحيى الفخراني. زي ما احنا قلنا المسلسل فيه مجموعة من الأبطال،
بس في كده حد بيبقى دايما هو عامل شقاوة في المسلسل والناس تبقى عايزة تتابعه، وهو الباشا سليم البدري. قبل ما اتكلم عن الباشا سليم البدري عايزة اقول لكم على مسابقتنا النهاردة. مسابقتنا النهاردة سؤال بسيط كده وظريف، عارفة ان كلكم هتعرفوه، انا جايباه سهل كده، مش عايزة اتعبكم بعد رمضان، عارفة ان انتوا خارجين ومكسلين وما عندكوش استعداد لسه تفكروا. عدد اولاد سليم البدري كان على مدار المسلسل كام؟ اظن السؤال سهل وبسيط. عشان كده انا هستنى اتصالاتكم على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84، وطبعا الكومنتس بتاعتكم على البيج بتاعتنا وسيط اف ام. مستنيين اتصالاتكم عشان تقولوا لنا ولاد سليم البدري كانوا كام. تعالوا نرجع مع بعض ونكمل. يحيى الفخراني الباشا سليم البدري في ليالي الحلمية هو بكالوريوس طب، ايوه دكتور، مش اي دكتور كمان، ده طب وجراحة، واتخرج سنة 1971، يعني دكتور من زمان. في ناس كتير قوي متعرفش ان هو دكتور، لكن هو دكتور واشتغل لفترة قصيرة بالطب، لكن ما قدرش ان هو يكمل، ودي الاسباب اللي هنقولها دلوقتي. غير ان هو كان في كلية الطب اللي هي جامعة عين شمس والقاهرة، يعني كلية صعبة جدا. اولا دكتور كلية عملية، لانها دكتور يعني هيبقى مش اي حاجة يعالج الناس، فالدكتورية كلية عملية جدا. عين شمس يعني جامعة صعب اي حد يدخلها، ومع ذلك هو كان عضو بارز جدا في التمثيل بالكلية. ازاي؟ ما تعرفش، فرقة التمثيل كانت عنده اهم من كل ده، برغم انه كان شاطر برضه وكان بينجح وكل حاجة، بس كان ممثل معروف على مستوى الجامعات المصرية، وكان فنان رائع، وكان عليه الانظار من وهو في الكلية لسه. اشتغل كده فترة صغيرة في صندوق الخدمات الطبية بالتلفزيون، وكان عايز يكمل، لو كان هيكمل يعني كان ناوي يكمل في الأمراض النفسية، بس للأسف هو ما قدرش يكمل، لأنه بدل ما كان واخد التمثيل هواية أخدها حرفة، وطبعا اللي يدخل مجال الفن ما بيخرجش منه تاني. يحيى الفخراني كلنا او اللي مش عارف ممكن يعرف دلوقتي، هو متزوج من الكاتبة الشهيرة المعروفة لميس جابر. قصة جوازهم كانت ليها حاجة كده بسيطة، انه هو كان بيمثل على مسرح الكلية، وحصلت مشكلة. كان بيمثل مسرحية مهمة جدا لشكسبير، وكانت مهمة قوي، وهم بيمثل على المسرح حصلت غلطة مسرحية بشعة، فالجمهور ما حسش بيها، لكن هو حس بيها، وحس ان كده هو مش هيقدر يكمل. فكل اللي هو عمله ان هو طلب ان الستاره تتقفل، وكان ماشي ومصر ان هو يمشي. طبعا زميلته لميس جابر جريت وراه وحاولت تقنعه ان هو لازم يرجع تاني يكمل، وبالفعل رجع، بس من وقتها وهو كان خلاص اقتنع تماما من جواه ان لميس جابر هي دي تكون زوجة المستقبل. طبعا هو عنده منها او لديهم هما اتنين من الاولاد. شادي اعتقد ان هو معانا مخرج في التلفزيون دلوقتي، وهو يحيى الفخراني ما نقدرش طبعا ننسى اعماله الكتير جدا. انا عن نفسي بحب دوره جدا في اعدام ميت، وبحب ادواره كتير جدا، غير طبعا ليالي الحلمية وعباس الابيض، وكل سنة بمسلسل، اخرها السنة دي الخواجة عبد القادر. اعزائي مستمعي وسيط اف ام، افكركم بسؤال حلقتنا النهارده قبل ما نطلع الفاصل. يا ترى سليم البدري في ليالي الحلمية على مدار الاجزاء كان عدد اولاده كام؟ سؤال بسيط، هنستنى اتصالكم على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع نكمل حلقتنا. على ايه ناوي يا سقيني ويلي حيرني بعدك واحتار تبعد ليالي
تبقى ليلي. تبعد ليالي وتنسى ليالي، تبعد ليالي وتنسى ليالي. على ايه ناويلي يا سقيني ويلي، حيرني بعدك واحضر دليلي. على ايه ناويلي يا سقيني ويلي، حيرني بعدك واحضر دليلي. تبعد ليالي وتنسى ليالي. نسيت ولا فاكر حنان المشاعر وطيبة عيونك وهمس الغرام؟ نسيت ولا قلبك ده مش هو قلبك، وحبك وشوقك مجرد كلام؟ نسيت ولا فاكر حنان المشاعر وطيبة عيونك وهمس الغرام؟ نسيت ولا قلبك ده مش هو قلبك، وحبك وشوقك مجرد كلام؟ تبعد ليالي وتقسى ليالي، تبعد ليالي وتنسى ليالي. وصابر يا غالي وراضي بقليلي، وصابر يا غالي وراضي بقليلي. حبيبي يا غايب أنا قلبي دايب، وطالت ليالي غيابك عليه. وإمتى يا روحي ترجع لي روحي وتنسى بعادك وقلبي الدوي؟ حبيبي يا غايب أنا قلبي دايب، وطالت ليالي غيابك عليه. وإمتى يا روحي ترجع لي روحي وتنسى بعادك وقلبي الدوي؟ تبعد ليالي وتقسى ليالي، تبعد ليالي وتنسى ليالي. والصابر يا غالي وراضي بقليلي، والصابر يا غالي وراضي بقليلي. يا سقيني ويلي، حيرني بعدك واحضر دليلي. تبعد ليالي وتنسى ليالي، تبعد ليالي وتنسى ليالي. في إذاعة مش عادية، صوت كل البورسعيدية، كل يوم بتقول حكاية، والبرامج نيابية. وسيط FM. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500.
وسيط اف ام من بورسعيد لكل مصر. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في ضوح الوطن. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار. يقعد غريب الدار لالي وسكن، من اختمار الحلم يجي النهار. يقعد غريب الدار لأهل وسكن، منين يجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي وسيط اف ام، ومكملين معاكم ليالي الحلمية. ليالي الحلمية مسلسل مصري جميل جدا، مدته 5 أجزاء، بيحكي حكايات كتير قوي. تعالوا كده نتابع مع بعض ونشوف المسلسل كان بيحكي عن ايه. المسلسل في البداية كان بيتكلم عن تاريخ مصر في ليالي الحلمية، مش ليالي كلها لكن في الحي نفسه، حي الحلمية. حي الحلمية في الفترة اللي فاتت أو الفترة القديمة كان حي للبهوات والبشوات، وكانت القصور والفلل فيه هي الأساس. فجأة أو لأسباب سياسية في الفترة دي بدأ الحي ده يتحول لحي شعبي، لحد النهاردة هو يعتبر حي شعبي. بدأت الطبقة الأرستقراطية تختفي منه تدريجيا كده بالراحة، واحدة واحدة، وبدأت الطبقة الشعبية تندمج وتدخل فيه جدا وبقوة. مسلسل في الجزء الأول كان بيعرفنا على الشخصيات فقط لا غير، يعني بيربط لنا كده احداث ببعض. زي ما قلنا الجزء الاول كان 18 حلقة، كان بيورينا بس مين رايح فين، يعني كان بيقول لنا مين الناس دي وعايزة ايه من بعض. يعني قال لنا في البداية ان في صراع دائر بين 3 شخصيات، هم سليم البدري وسليمان غانم ونازك السلحدار. الصراع في الاساس مش بين ال3 دول تحديدا، هو كان من البداية بين ابو سليمان غانم وابو سليم البدري. كل واحد منهم جاي عايز ينتقم من التاني، وطبعا نازك السلحدار كانت في المواجهة ما بين الاتنين. يعني سليمان غانم جاي ينتقم لوالده عبد التواب غانم اللي مات في السجن بسبب اسماعيل البدري اللي هو والد سليم البدري، فواخد الموضوع طار وجاي. وده بدأ ان هو قرر انه يفضح زواج سليم الخفي من واحدة تانية نازك ما تعرفهاش. وطبعا بتبتدي هنا الحرب الدائرة ما بين سليم وما بين سليمان. سليم البدري ابن البشوات اللي جاي من بره، كان في بعثة، اختفى الفترة ورجع وجاي يستلم أموال وأملاك والده سليم إسماعيل البدري. عندنا كمان سليمان غانم عمدة ميت الغانم، اتغنى بسبب القطن. وطبعا القطن كان في الفترة ديت القطن المصري كان له أهمية كبيرة جدا، فاللي حصل ان القطن اتباع بسعر عالي. في ناس كتير جدا اصبحت اياميها بهوات وبشوات بسبب ان القطن غالي جدا جدا جدا، القطن المصري، وكان اهم تصدير مصر بتصدره. جه القاهرة مخصوص عشان ياخد بطاره من عيلة البدري. نزج السلحدار
زوجة سليم البدري الاولى. ما كانش ليها قوي زي ما قلت لكم علاقه بالصراع لحد ما عرفت ان سليم البدري متجوز عليها بالفعل. هنا بدأت الحرب وبدأت الانتقام، وبدأ انتقامها كان شرس شويه. هنقابل شخصيه تستمر معانا فتره في المسلسل وهي توفيق البدري. توفيق البدري كان بيقوم بدوره الفنان حسن يوسف، وهو كان ابن عم سليم البدري الفنان يحيى الفخراني. كان هو اللي بيدير اعماله تقريبا، خصوصا المصنع، مصنع المنسوجات اللي هو مصنع البدري للمنسوجات، كان هو اللي مهتم بيه وكان يعرف عنه كل حاجه. لما بيجي سليمان غانم بيحاول ان هو يجتذب توفيق البدري لصالحه، بس للاسف توفيق بيرفض تماما لانه هو برضو ابن عمه وبيفضل قريب منه طول المسلسل، في بينهم شد وجذب، لكن هو في الاول وفي الاخر كان بيأتمنه على عيشه. أنيسة بدوي القماش كانت بتقوم بدورها في البداية في أول جزء الفنانة فردوس عبد الحميد، وبعد كده اتغيرت للفنانة محسنة توفيق. هي أخت زوجة سليم البدري اللي كانت في السر. لما اتوفت أختها عليا حملت سليم البدري السبب، حملته هو السبب في موت أختها، بس هو الحقيقة ما كانتش كده، هي كانت عليا عندها مشكلة في القلب، هي اللي خلت الموضوع ينتهي معاها بدري مع الولادة لان هي كانت ضعيفة. بس أنيسة شافت ان السبب ده الحزن اللي هي كانت فيه، وعلى طول انها ما كانتش سعيدة بسبب ان جوازها في السر، وانها مهددة بالطلاق في اي لحظة لو عرفت نازك السلاح ده. معانا شخصية تانية كانت مهمة قوي برضو في المسلسل الجزء الاول تحديدا، اللي هي نفيسة هانم والدة سليم البدري، واللي كانت بتقوم بدورها الفنانة هدى سلطان. دي كانت ما بتحبش نازك، وكانت لما عرفت ان سليم متجوز عليا كانت ميالة جدا لعليا، برغم ان هي من الطبقة ارستقراطية وعليا من طبقة شعبية، لكن ما كانتش كرهاها على قد ما كانت مايلة ليها جدا. اهم شخصية بقى في المسلسل اللي بتعمل صراع تاني من نوع تاني مختلف، وهو صراع الطبقات، كان زينهم السماحي. زينهم السماحي فتوات الحلمية، صاحب المقهى الشهير قهوة السماحي، واللي كان كل الناس بتخاف منه، ما كانش بيقف قدامه حد. عفوا. شخصية جدعة جدا وقوية جدا، وكان دايما بيجيب حق المساكين والفقراء والغلابة، وكان عنده مشكلة مع عيلة البدري هنعرفها في الأحداث. في كمان معانا عمال المصنع، مصنع الحلمية تحديدا، اللي كان عليه الصراع ما بين سليمان غانم وسليم البدري. في زكريا وشاهين، واللي كانوا دايما رؤساء العمال اللي عايزين ياخدوا حق العمال وحق المظلومين في المصنع. في كمان المقاومة الوطنية، واللي كان بيقوم فيها دايما طه السماحي، اللي هو كان بيقوم بدور عبد العزيز مخيون في الجزء الأول، واللي بيتوفى برضو في الجزء الأول، وكانت زوجته نجاة اللي كانت بتقوم بدورها في الجزء الأول دلال عبد العزيز، وفي الأجزاء بعد كده كانت الفنانة زيزي البدراوي، وكانت من أهم رموز المقاومة الوطنية. وهي بالرغم من كده كانت بنت عبد الفتاح سلطان، وهو كان شخصية مهمة جدا سياسيا. أسامة أنور عكاشة طبعه طبيعة أعماله كمان، وطبعه هو الشخص دايما يحب يربط كده دمج النسيج الوطني الموجود في مصر. دايما لازم في أعماله نلاقي شخصية أو أسرة مسيحية بتعبر عن الشخصيات المسيحية الموجودة في الوطن أو في مصر عموما، وفعلا دايما بيوظفها توظيف سليم جدا، وبتكون فعلا رمز وعلامة مميزة قوي لباقي الشخصيات، وبيكون دايما مساعد ومحب. كان بيقوم بالدور ده كمال خلة، اللي هو كان صاحب طه السماحي، وكان صديق لنجاة على مدار الحلقات كلها، وساعدها كتير جدا فيما بعد. احمد حسنين باشا زي ما قلنا بقى، دي كانت الحاشية الملكية، وده كان الشخصية الوحيدة الحقيقية التاريخية الحقيقية الموجودة، وكان بيقوم بدوره الفنان احمد مظهر، وكان دايما بيدعم سليم البدري ضد سليمان غانم، اللي طبعا سليم البدري من الشخصيات الارستقراطية، وسليمان غانم ده العمدة اللي جاي من الفلاحين من ميت الغانم. في عصمة الشماشرجي، ده سكرتير احمد حسنين باشا، وده من الشخصيات اللي هتستمر لحتى اخر جزء في المسلسل، وكان شخصية محورية مهمة قوي، لان كانت ناظر السلاحدار دايما بتلجأ له في حاجات كتير. عبد الفتاح سلطان زي ما قلنا
الألم السياسي، مسؤول الألم السياسي اللي هو والد نجاة، وده برضو بيستمر معانا لآخر حلقة. في الكوميدي بقى شوية بندخل في ميت الغانم ووهدان المرزوقي شيخ الغفر، وهو في نفس الوقت أخو وصيفة زوجة العمدة سليمان غانم، ودايما ويبقى ابن خاله قريبه برضه، بس كان دايما عايز ينهي الصراع في أسرع وقت ممكن، يعني مش عايز يطول في القاهرة، فكان دايما عايز مرة يقتل سليم البدري أو مرة تانية حرق المصنع، يعني كان عنيف شوية. في شخصيتين كوميدي قوي بقى ما بنقدرش ننساهم، بيفضلوا من اول مسلسل لاخره، بهروز ومليجي، ودول البودي جاردز بتوع العمده بلغتنا دلوقتي، لكن هم كانوا الحرس بتوعه، ودول كانوا رمز للاكل وبس، ما كانوش بيفكروا، كان مخهم كله في الاكل. وتظهر لنا بقى فرقه سماسم العلمة اللي كانت بتقوم بالدور الاساسي فيها سهير المرشدي ولوسي بنت اخوها حمديه، ومجموعة الطبالين، وكان على رأسهم محمد فريد في دور طقطق الطبال، اللي بعد كده لما سماسم بتوقف الفرقة بتاعتها بيروح يشتغل في المصنع مع باقي العمال. في شخصيتين دايما بيمثلوا بقى حثالة المجتمع المصري في الوقت ده، كانوا اتنين، خميس وبستيوني، او الخمس وبسة، من اول مسلسل لاخره. دول كانوا بيشتغلوا في الكامب الانجليزي وعندهم استعداد يشتغلوا في الحلال وفي الحرام، وما عندهمش اي مشكله خالص غير جمع الاموال. وبتظهر في احد الاجزاء زوجة بسة بستيوني السبعويه اللي كانت بتقوم بدور البطوله فيها، او بدورها الفنانه الراحله البورسعيديه عليا الجباس. تعالوا نطلع كده نسمع مع بعض فاصل صغير. افكركم بسؤال حلقتنا فيه، ترى سؤال الحلقه النهارده سليم البدري على مدار المسلسل كان عنده كام ولد، او كان عنده عدد ابنائه كان كام؟ مستنيه اتصالاتكم على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
وسيط اف ام من بورسعيد لكل مصر. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 433 500. دي إذاعة مش عادية، صوت كل البورسعيدية، كل يوم بتقول حكاية، والبرامج مية مية. وسيط اف ام. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في ضوح الوطن. يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار. يقعد غريب الدار غالي وسكن، من اختمار الحلم يجي النهار. يقعد غريب الدار لأهل وسكن، منين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي السوا. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، رجعنا لكم تاني واجمل تتر بحبه جدا، ليالي الحلميه، واعرف ان ناس كتير قوي بتحبه. وعلى فكره انا جايباه بناء على طلب الجماهير، وانا اعتبر من الجماهير، يعني لما انا جبت كنت جايباه لنفسي. اغنيه رائعه، اغنيه جميله جدا، وزي ما قلنا النهايه كمان كانت اغنيه جميله. هنتكلم النهارده او دلوقتي بقى عن الجزء الاول. انتوا عارفين انا عاشقه دائما للجزء الاول، لان بيبقى ده الممثل الاساسي، ما بيتغيرش، ولما بيتغير في الاجزاء اللي بعد كده بنبدا على ما نتعود عليه بقى بيكون المسلسل خلص يعني. فخلينا في الجزء الاول اللي كلنا بنتعلق بيه عشان نكمل بقيه المسلسل. نازك السلحدار بتكتشف ان سليم البدري الارستقراطي زوجها العزيز اتجوز غيرها، واحده كمان من بيئه اقل منها، فهي بتعتبر ان دي اهانه ليها واهانه لكرامتها. بتبقى مصره ان هو يطلقها، وطبعا هو بيرفض لان عليا زوجته حامل على وشك انها تنجب طفل او طفله، ما كناش لسه عارفين. بتفضل تستفز فيه جدا وتعمل فيه مشاكل، وبتحاول توقعه دايما في مشاكل كتير لحد ما بيزهق وفعلا بيطلقها. طبعا كرامتها بتنجرح جامد جدا جدا، وبتقرر انها تغيظه قوي، وبتلاقيش حاجه تعملها غير ان هي تتجوز غريمه اللي قال لها اصلا ان هو اتجوز، اللي هو الباشا العمده سليمان غانم. بتتجوز سليمان غانم وبتصر على ان تكون العصمه في ايدها. بعد ما بتكون العصمه في ايدها وبتتجوز، بتكتشف المصيبه اللي هي وقعت نفسها فيها، ان الارستقراطي اختفى من حياتها ونزلت للعمده الفلاح بالنسبه لها. بدات المشاكل وبدات عايزه تتطلق، وهي كانت العصمه في ايدها،
وبالفعل طلقت سليمان غانم، وبعد ما طلقت سليمان غانم اكتشفت انها حامل. بالفعل انجبت بنت كانت هي زهرة، اللي قامت بعد كده بدورها الفنانة آثار الحكيم. زهرة يعني هي مش حباها، فبتسيبها لباباها يربيها هو زي ما هو عايز، وبترجع بعد كده لسليم البدري بعد مشكلات كتير جدا. سليم البدري طبعا عليا زوجته انجبت اول ولد ليه. بدأنا نجاوب السؤال اهو. ولدت اول ولد ليه واتوفت فورا لان قلبها كان ضعيف، وكانت زي ما كانت اختها فاكره عندها مشاكل نفسيه ما خلاهاش تبقى سعيده او فرحانه، وكانت دايما بتحب تضحي علشان الباشا سليم يكون فرحان. فعلا بتموت عليا، وبيرجع سليم لزوجته الاولى ناظر السلحدار، وبتبتدي برضو مشاكل كتير قوي لان علي ابنه بتربيه خالته أنيسة اللي دايما واخدة موقف من والده. وزهرة بنت سليمان غانم وناظر السلحدار بتفضل ما بين كل بيت شوية في الفلاحين في ميت الغانم، وشوية في جنب باباها في الحلمية، شوية تاخدها سماسم العلمة تربيها، وشوية فكانت متلطمة برغم وجود أم وأب ليها، لكنها طلعت شخصيتها فيها نوع من أنواع التمرد شوية، والإحساس دايما إنها وحيدة في الدنيا برغم إن ليها إخوات ولاد كتير جدا، بس كانت من جواها دايما حاسة إنها وحيدة. سليم البدري بعد ما بيرجع لناظر السلحدار وبيقطع علاقته تماما نهائي بعيلة القماش اللي هم عائلة بدوي القماش، تبدأ مشكلته جديدة مع توفيق البدري وأخته رؤية البدري. بس هي رؤية في البداية كنا عارفين إنها أخت توفيق البدري، بس مع استمرار الحلقات بنكتشف إنها أخت سليم مش أخت توفيق. برضو أخته من عيلة السماحي، هو كان إسماعيل البدري والده اتجوز واحدة من عيلة السماحي، يعني نفس الموقف تقريبا اللي عايشه سليم البدري. كان والده إسماعيل البدري هو زواجه من طبقة أقل منه وإنجابه بنت وهي رؤية سليم البدري من عائلة السماحي، وزينهم السماحي يبقى ابن خالها اللي دايما عايز يجيب لها حقها لما بيكتشف إنها مش أخت توفيق. ناظر السلحدار ما بتسكتش. ناظر السلحدار هي بطلة المسلسل اللي عندها دايما مشاكل، ودايما عايزة تعمل مشاكل مع الكل. تعمل مشاكل مع حماتها نفيسة هانم، مرة بسبب علي ومرة بسبب رؤية، لدرجة ان رؤية لما بيتعرف انها اخت سليم بتبقى ترجع تعيش في القصر معاهم، او بتبتدي تعيش في القصر معاهم، وكمان بتبدأ عايزة تاخد اموالها. هي ما كانتش بتطالب بيها على قد ما توفيق كان عايزة تاخد حقها في الحياة زي باقي عيلة البدرية كلها. بس ناظر كانت شريرة بطبعها، فقررت انها تدخلها مستشفى الامراض العقلية والنفسية عشان تتخلص منها، وده اللي بيعرض رؤية المشاكل لصغر سنها واحساسها انها الناس اتخلت عنها. سماسم العلمة بتظهر في الحلمية لأول مرة هي وفرقتها، وبتنتهز فرصة ان زينهم السماحي في السجن، وبتبدأ تقول ان هي اشترت القهوة منه وبتعملها زي مسرح ليها والفرقة بتاعتها. بيظهر على الشاشة زينهم السماحي بيخرج من السجن وبيرجع كل حاجة لأصلها، وأحسن حاجة بيعملها إنه بيتجوز سهير المرشدي سماسم العلمة، وبنت أخوها حمدية اللي كانت بتقوم بدورها لوسي، واللي كان أول ظهور ليها على شاشات التلفزيون وأول مرة الناس تعرفها كممثلة لواحد من الناس الموجودين، وبالفعل زكريا تحديدا. وجوازات سريعة أنتجت أولاد بنات قمر وفاتن اللي بتنتج ليهم مشاكل كتير جدا بعد كده بسبب الجوازات السريعة دي، لان لو سماسم سابت الفن علشان خاطر زينهم، حمدية لأ، وبترجع تاني في بقية الأجزاء نشوفها وهي بترجع راقصة مرة تانية وبتدمر حياة بنتها الدكتورة أكتر من مرة. مسلسل طبعا احنا بنحكي الجزء الأول، والجزء الأول له كمالة 5 أجزاء وله أحداث أكتر وأكتر وأكتر. اتمنى ان يكون المسلسل النهارده عجبكم. طبعا انتوا كلكم عايزين تعرفوا دلوقتي الاجابه كام.
هو كان عنده 3 اولاد بس على مدار المسلسل كله. علي البدري اللي هو كان بيقوم بدوره بعد كده ممدوح عبد العليم، وده كان من عليا. وكان في بعد كده عادل البدري واللي كان بيقوم بدوره هشام سليم، وده ابن ناظر السلحدار. وفي الاخر خالص في اخر الاحداث او في الجزء الرابع تقريبا بيجي عنده سليم البدري او سولي، وده بتكون مامته الاميره نورهان سمية القلب. جاوبنا السؤال. كنت اتمنى ان حد منكم يجاوبه لو كانت الاحداث او الافكار معاكم، بس تقريبا السؤال برضو كان صعب رغم ان انا سهلته جدا. انا جبت سؤال سهل قوي قوي قوي. اعزائي مستمعي وسيط اف ام، النهارده كانت اول حلقه بعد رمضان، ودي كانت الحلقه ليالي الحلميه باجزائها ال5 خصوصا الجزء الاول. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. معايا النهارده اوبريتور حسين، والبرنامج اعداد وتقديمي امنيه اسم. هاتوا الترابوكة يلا وغنوا